إنجليز، وفي بيته تكون الحزب الوطني اللي غير وش مصر وساند ثوار ليبيا ودعمهم دعم منقطع النظير في حربهم ضد كليون. فاكرين عمر المختار؟ الراجل ده كان سند كبير ليه. شخصيتنا النهاردة يا جماعة حمد الباسل باشا، وده اللي زرع جواه روح المناضل من صغره. قعد حمد في الفيوم طول فترة طفولته، وفي سنة 1885 أبوه توفى، وهنا حصل حاجة يمكن ما تسمعتش عنها كتير. حمد كان عنده حوالي 12 أو 13 سنة بس، وبصفة استثنائية في الفترة دي الخديوي أمر بتعيين حمد عمدة للقرية. أيوة، عمدة وهو طفل. مفيش عمدة كان عنده السن ده في الوقت ده خالص، بس ده حصل. حمد بقى عمدة في السن. حمد الباسل حصل على درجة البشوية من تركيا العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، ولما الخلافة العثمانية انتهت بعد الحرب العالمية الأولى خد ميدالية تقدير من جمهورية تركيا، وده بيبين لك قد إيه تأثيره وصل لأبعد الحدود. لكن الأهم إن حمد الباسل باشا فضل مرتبط ببلده الفيوم ارتباط شديد، كان بيحب أهلها حب كبير، وده خلاه ينشئ مدارس ومستشفيات ولازم يتدخل ويصلح ما بينهم. وده اللي حصل بالظبط لما كان السبب في إن مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد يتصالح مع محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين. طبعا التلاتة كانوا أصدقاء، بس الخلافات السياسية أحيانا بتفرق، وموقف حمد الباسل ده ساعد الزعيمين دول يرجعوا متصالحين ويتعاونوا مع بعض لمصلحة البلد. من المواقف الطريفة اللي حصلت مع حمد الباسل باشا في النمسا، أو النمسا زي ما بنقولها بالعامية، إنه كان هناك مع في سنة 1928 اتوفى الزعيم سعد زغلول، وطبعا النحاس باشا تولى رئاسة حزب الوفد. النحاس رشح حمد الباسل إنه يبقى وكيل عمال حزب الوفد، لكن حمد رفض بكل تواضع وقال جملته المشهورة: في هذه القاعة في ناس أصلح مني إنهم يتولوا وكالة حزب الوفد. ده يبين لك قد إيه الراجل ده كان متواضع وبيحب مصلحة البلد فوق أي منصب. حمد الباسل كان معروف بلقب شيخ العرب. إيه حكاية اللقب ده؟ هو